نايضة وشاخدة على الطاقم الذهبي اللي تقدم الحفصة البارحة الخوت العزاز، وما تفتحش الريسي وما توراش الطابع. وبخصوص العلبة اللي صراحة قالت لك سعدية شاني بأنها ما كتعطاش المنوالة، فقط كتكون عند الذهيبية. فالبارحة الخوت العزاز يعني الأخ ديال رشيدة والزوجة ديالو خرجوا صاعرين وضربوا في المصداقيه ديال الحسن، وقال لك بان هذا السيد هذا ما عندوش مصداقيه وكيكذب على المتابعين وعلاش ما وراش الريسي، وهي خرجت الريسيات ديالها ديال جميع الذهب ديالها ونزلتهم في اللايف، وقالت لك غير كيكذب وكيقول لك بان اليوتيوب كيضرب على بحال دوك المعلومات. قالت لك ها هما الريسيات ديالي، ويعني خرجت 5 ريال ريسيات وخرجت العلبه ديال الذهب ديالها اللي فيها الطاقم واللي واخدها حتى هي قالت لك من عند دهيبي. المهم الخوت العزاز راكم سمعتوا سعديه شان اللي قالت لك يعني هذيك العلبه كيعطيوها غير الدهيبيه اللي كتكون عندهم. يعني بخصوص العلبه يعني هي براسها راها بينت العلبه اللي كتجيب فيها الذهب من عند الدهيبي اللي كتاخذ من عنده. يعني هذه وحده. وتاني حاجه يعني بخصوص الريسي اللي ما بينش الحسن، فهما كانوا دايرين لايف فعلا ودوزوا 5 ديال الريسيات باش يضربوا في المصداقيه ديال الحسن الخوت العزاز، وقالك بان غير كيمثل على المتتبعين كيمثل حتى على العريسات. المهم السيد اسعر البارح هو والزوجه ديالو اللي كيف العاده دائما كيزوقها بحال التعريجه ويحطها على الجنب ديالو. الصراحه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم نعطي التحية ونكمل الفيديو بخصوص الذهب اللي تهدى البارح الحفصة وبلا ما يتحل الريسي. وخشفنا أن فاطمة قالت له خصك تحل الريسي باش يشوفوه المتتبعين، ولكن هو قال لها ألا حماية للقناة وللفيديو، وهما قال لك سيدي داكشي غير كذوب لان اليوتيوب ما كيضروش. هنا غادي نهضروا على يعني فرق ما بين اللايف وما بين الفيديو. اللايف اللي بينوا فيه هما الريسيات وما تضرب لهمش الفيديو. المهم الخوت العزاز تحيه لكم كبيره، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه والعافيه. الخوت العزاز لي لايك ديالكم وتعليقاتكم ونهلي يخطيكم يا احلى واغلى متابعين، وشكرا لكم على المسانده والدعم ديالكم والتشجيعات، ومرحبا بالناس اللي انضمت لي جديده. وكنتمنى منكم انكم تشجعوني وديروا لايكات وديروا تعليقات ولو غير قليبات وغريضات، داكشي اللي سخاكم به الله. وكنقول لكم شكرا من القلب. العواشر مبروك يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه والرزق والتيسير والخير والخمير. وصراحه جمعه مباركه ما كنبغيش انا نقولها لانها كتبقى غير بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار الخوت العزاز. فكيبقى يوم الجمعه متميز لينا حنا كمسلمين بالطهاره او الاغتسال، والمهم انسان يصلي ويعبد الله لعلها تكون الساعه استجابه الخوت العزاز. المهم كيف ما سمعتوا ان السيد خرج ساعر هو والزوجه ديالو في الليل وطالقين اللايف وكيقولوا بان الحسن ما عندوش مصداقيه وغي كيكذب لان ما كاين لا 3 مليون ولا هم يحزنون. وقال لك بانه كيف ما كذبوا على الديور، حتى الديور ما مكتوبينش في سميه العرايسات، لان نهار جاو كيبينوا الورق يعني في القناه وبينهم ما كاينش الطابع. قال لك يعني ما كاينش الطابع، ما كاين حتى شي حاجه، يعني غير كيكذبوا فقط، او بان اليوتيوب ما كيضربش على الريسيات او لا. المهم حيت بحكم انهم هما بينهم في يعني بينوا الريسيات في اللايف ولكن ما تضرب لهمش. ولكن الخوت العزاز راه فرق ما بين اللايف وما بين الفيديو. الفيديو كيكون قصير وكيكون مسجل ماشي بحال اللايف كيكون مباشر الخوت العزاز، وهذا هو السبب علاش ما تضرب لهمش الفيديو. المهم هما خارجين كيضربوا السناطح وكيقول لك ما كاينش بحالهم. ويعني الزوجه ديالو كتبين الريسيات ديالها، يعني 5 الريسيات اللي بينت، وزعما راه كتباها بالذهب ديالها وكتباها زعما هي راها احسن من العريسات، وبان راجلها داير لها القيمه، وبان عندها الذهب. قالت لك هذا يعني الطقم الاول وهذا الطقم الجواج وهذا الطقم الثالث وهذا ديال خاتم الزواج وهذا ديال منا وهذا ديال منا. المهم داك الذهب كامل اودي يا اختنا في الله، واش عايشري لك دار؟ ما عايشريكش دار، انت راكي مازال كاريه. وتحياتي الناس الدراوش، الناس اللي كاريين الله يسهل عليهم كاملين. ولكن الخوت العزاز كتبقى في السناطح اللي بنادم ما عندوش حتى دار فين يسكن وسكن ولادو غير في الكرا،
وكيجي يتباهى على عباد الله، ولكن هي ماشي كان بها انها تضرب في المصداقيه ديال الحسن، وانما خصها تبين للمتابعين باللي حتى هي عندها الذهب، وماشي غير العرايسات اللي عندهم الذهب. يعني مادام انا جايبه 5 دريسيات وكتبينهم في اللايف، فهي فقط باغا تباهى وتشيك على المتتبعين وبانها زعما راه احسن من العرايسات. ولكن الخوت العزاز كنقول لهاد السيده هادي تواضعي، ومن تواضع لله رفعه، وكنا ولاد 9 شهور وكنا يعني سواسيه. والله يهدي ما خلق، لان الانسان الخوت العزاز اللي كيبدا يفشر او كيدفع بخ راه ما عنديش معاه، وهذا هو باش ما كيعجبونيش انا هاد الناس. الفشير حتى ما لقى فين يحطوه، والشيكي ودفع بخ، وبنادم مازال كيري في ديور الناس. فالله يسهل على الجميع، الله يسهل علينا وعليهم. ولكن الخوت العزاز هادو اختاروا واحد الطريق اللي هي طريق مسدوده، اللي هي ماشي طريق الخير وانما طريق الشر. واش الخوت العزاز بالراي ديالكم اللي كيهاجم اختو وكينهش في لحمها وكياكلها اللحم ويرميها عظم، وكل ليله يخرج يدير على اللايفات ويدير على ناسها اللايفات وكيتدخل فيما لا يعنيه، وكيقول لك حكا ما حكا انا كنفضحهم، انا كندير لهم، انا كنفعل لهم، ولكن ما شفنا حتى شي فضيحه قد الفضيحه ديالو هو، لان ما حدهم حاضينهم وربي عاطيهم. المهم الحسن كبر بحفصه وجاب لها واحد الطقم ذهبي، وعبر ليها على المحبه ديالو والمعامله الحسنه اللي كيعامل هاد الزوجه هادي، اللي بزاف الناس كيقولوا له دليتي مراتك وطيحتي بها. ولكن البارح كان رد لها الاعتبار بكل صراحه، ما عندي ما يتسالوا، وتبارك الله ما شاء الله. هادشي كامل من التربيه الحسنه ديال ام حليمه اللي كترفع ليها كترفع ليها لقبعه صراحه. حتى ام حليمه تبارك الله ما شاء الله اللي عندها واحد الدور كبير في تربيه هاد الوليدات اللي خرجوا صالحين، وما شاء الله عليهم ما كيضربوش في طاسيلتهم وعائلتهم، وما كياكلوش في لحمهم ودمهم. تبارك الله الدراري واقفين مع اختهم وكيعطيو مثال للرجال المغربيين او رجال العالم العربي، او لا احنا كدول مسلمه. فتبارك الله عليهم ما شاء الله عليهم، خلوا واحد البصمه كبيره اللي كتخلي الاعداء ديالهم انهم يخرجوا صاعرين وكياكلوا في جنابهم، وغير كيقلبوا باي طريقه انهم يشوهوا السمعه ديالهم بكثره انهم محسادين ومغيارين. لان الخوت العزاز الطريقه باش كتهضر هذيك السيده البارح الهدف ديالها انها تشوه السمعه ديال الحسن، وكتقول له احسيكو، وبان هاد العلبه هذه راها يعني ماشي كل شيء كيعطيها، وانما في نفس الوقت هي عطيها لها الذهبي. هذا دليل على المصداقيه ديال الحسن، بما انه انت واخده العلبه اللي مكتوب فيها الاسم الذهبي اللي كتقداي عليه، فحتى هو راه يعني تعطات له العلبه ديال داك العالمي اللي هو كيبيع الذهب وخدا منه الذهب. يعني انت في نفس الوقت عطاتيه المصداقيه، واخا خرجتي كتضربي في المصداقيه ديالو في نفس الوقت عطاتيه المصداقيه. ما معنى انك تخرجي توري العلبه اللي تهدات لك من الذهبي اللي كتقداي من عنده، يعني وفي نفس الوقت كتقولي له لا هذيك العلبه راه كتعطى يعني عند الذهبيه. اذا انت هنا بصمتي الحسن بانه فعلا عنده المصداقيه وماشي كيكذب او كيمثل على المتابعين او على حفصه. وحتى الا مثل عليها على لا هي قابله عليه وباغياه ومتراضيين ومفاهمين، وانت اش دخلك واش حرق شطاتك هاد الحسن هذا؟ انا ما فهمتش اللي ما كيتهضم لكمش، غير شديتو تعييتو في بارغمو اللي لقيتوه ما مسوق لكمش، وليتو اطلقتو منه وليتو شديتو عاوتاني في الحسن. حسيكو داير، حسيكو فاعل، حسيكو تارك، حيتاش عرفتوه هو العمود الفقري ديال قناه محبوبه، حيت عرفتوه هو العنصر المهم في قناه محبوبه، هو اللي كتجيه النفس على العائله، هو اللي كيبغي العائله، وهو اللي كيدافع على العائله ديالو بشراسه. ولكن انتوما بغيتوا تضربوا في هاد الناس هادو، بغيتوا تشوهوا السمعه، بغيتوا يعني تحاولوا انكم تعطيو عليهم واحد الصوره قبيحه. ولكن كي قال هذاك الله ينصر الحق، لان الحق يعلى ولا يعلى عليه. فتبارك الله محبوبه عاد ما كتزيد في المصداقيه ديالها، وعاد ما كتزيد في محبه الناس، لان محبه الناس ما كتباع ما كتشرى. وكيتكم نتوما اللي كيحبوكم الناس غير اللي هما حاقدين واللي هما محسادين واللي بغيو يفرقوا العائلات على بعضياتها، بحال كيف ما مفرقين كنت على اختك ومخلينك كيصفقوا لك.
ماشي مخليين كيصفقوا لك ملي كضرب في اختك. ملي كتضرب في اختك وتشرشمها وتعطيها وتشاطيها، تما هما كيفرحوا وكيعجبهم الحال وكيصيفطوا لك سوبر شاط. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. زمن اللي ولينا كنشوفوه زمن يعني العبودية ديال الادسنس، يعني الطمع عمال عباد الله العينين وعمالهم بصيرة. كيحاول انه يعيش على ظهر اختو. يعني واش عمركم شفتوا الخوت العزاز شي واحد كيحاول انه يعيش على ظهر اختو باش يضرب اختو في الشرف ديالها والعرض ديالها باش يطلع الادسنس، باش يحاول انه يقري ولادو، باش يحاول انه يوكل ولادو ويشري لهم دار على ظهر اختو. فراه الخوت العزاز هاد الشيء هذا ولا مؤسف. فلا حول ولا قوة الا بالله. وهاد الناس ما كيعرفوا لا عواشر ولا حشومة علينا ولا بركة عينا ولا حتى شي حاجة. هما المهم غير ضاقوا فلوس الادسنس، ما بقاوش عاقلين وما عارفين الحلال من الحرام. فالله يرد بهم. هادشي اللي غنقول لهم، الله يهدي هاد الشخص هذا حتى يحس بمهمته، يحس بخواتته واختو، ويبعد الناس ديالها. دابا المشكل هو انه لاصق في ناس اختو وفي اختو، يعني لايفاتو فيديوتو كلهم كتلقاه دايرهم غير على هاد الناس هادو اللي داروا فيه غير الخير والاحسان، وقفوا معاه وقفه ديال الصح، وقفوا معاه وقفه ديال الرجال. بداو له واحد المشروع اللي هو عباره عن قناه، ودعموه وطلعوها له، وفي التالي خرج كيضرب فيهم. المهم الخوت العزاز غادي نقول لكم عاود مره اخرى عواشر مبروك يدخلوا علينا وعليكم الصحه والسلامه بالرزق والتيسير والخير والخمير. كنشارك معكم هاد الفيديوهات عباره عن تحضيرات ديال رمضان. كنتمنى انني نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، وكنتمنى انكم تشجعوني وتزيدوا بيا القدام. ولا بغيتوا بقى بحال هاد الفيديوهات هادو نبقى نديرهم لكم